دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه الحاجات اللي ممكن تفيد الناس كزيت مثلا الصيانة الدورية العادية. في حاجه زي كده بتتحط، ده بيتحط مع الزيت بتاع الموتور لو انت تمام. بتغير زيت. مم. ده بتحطه من 10 دقايق لربع ساعه وبعد كده تنزل الزيت. ده بيبقى ايه فايدته؟ ده بيشيل لك اي شوائب، رواسب، تكتلات زيت، وبينضف لك النص بتاعت الزيت من اي شوائب او رواسب. تمام. وبعدها تنزله وتغير الزيت وتغير الفلتر. بالنسبة للمنتج ده. تمام. تمام. ايه المنتجات التانية؟ في حاجه زي كده بتتحط مع الزيت الجديد. دي بتعمل لك طبقه حمايه 50,000. دي بترفع من كفاءه الزيت، بترفع مساحه المكنه، بتهدي معاك صوت الموتور. وفي صوت نفس الموتور. الوقت ده تنجستين وسيراميك وموستو تي سي ام 3 في 1. تمام. تمام. ايه. التنجستين ده اللي بيعوض الجزيئات المعدنيه المنتجه داخل الموتور. والام وسط 2 ده اللي بيرفع كفاءه الزيت، والسيراميك اللي بيعمل لك طبقه حمايه للموتور. تمام. كفاءتها جوه الموتور بيعوض لك طبقه حمايه 50,000 جوه. تمام. ايه تاني للموتور؟ يعني في حاجه زي كده 21 ايه. امم. ده فلاش برضه، بس ده بيستخدموه في حالات معينه لو بتمشي على الزيت فترات طويله، بتعدي عدد الكيلوهات المطلوب. بتركن العربيه لفترات طويله، في ميه دخلت على الزيت. ميه دخلت على الزيت. حطيت زيت مش كويس وكتل معاك. امم. ده يبقى كويس جدا معاك. طيب بالنسبة للمية مثلا في حاجات تتحط مع في المية؟ حاجات للميه، ثواني اجيبها لحضرتك. هي موجوده. ديت اللي حاطة مع المية. ده بتحطه مع الميه وانت واقف في مكانك، وتدور على العربيه من 10 دقايق لربع ساعه وبعد كده تنزل الميه. بعدين ده بنزل بيشيل لك المية. اي شوائب، رواسب، صدى. وفي نفس الوقت لو عندك تآكل في الجوانات او الطوب بتاعه الميه، ما بياكلش فيها. في صدى بيتفاعل معاه، ما فيش اي صدى بينزل لوحده تمام. بالنسبة على الميه الجديده. دي بتتحط مع المية الجديد. ده لو عندك تسريب في الشورت بلوك او الرادياتير او القربه بيشتغل معاك. وفي نفس الوقت لو ما عندكش اي حاجه من دول، لو حابب تحطه مم. بيعالج لك التآكل الموجود عندك في الدورة. لو في اي تاكل في الدورة. كده كده بتحطه وبتمشي عليه، ما تمام. بتنزلوش يعني وقتها. بعد طبعا ما نعمل دورة تنظيف للريداتير والدنيا دي كلها ممكن نحط ده. مفيش مشكله. تمام. معلش. ده ايه؟ في حاجه زي كده، ده منظف دورة وقود العربيه جي تي اي. مم. بيبقى نظام الحقن مباشر على البستم، بيبقى نسبه الكربون عاليه جدا على العربيات العاديه. تمام. يعني البستم بيبقى مقعر، فده بيبقى منظف قوي جدا. وفي نفس الوقت بيشتغل العربيات العاديه برضه، بيبقى اقوى من المنظف العادي. مم. ده اللي في نفس اتحط على العربيات اللي هي الجي دي ار. في نفس الوقت بيخدم معاك من 30 ل 60 لتر. ده اللي هو لحماية العربية. لا، طب ده لو بينضف دورة الوقود بالكامل، وفي نفس الوقت بيعمل لك يعتبر حمايه للصبغ. يعني ده حماية وتنظيف. اه، انما لو في مشكلة اصلا اوريدي بيعملها برضه. بيشتغل عليها على اوكي. طول. ده بيشتغل للبوابات. اه، ده بيشتغل للبوابة. ده بيشتغل معاك بوابة وكمان حساسات اللي هو السجين ايه ده. وده العادي. لا، ده منظف علبة بيئة. عادي ما. ده بيخاطر يا اما عن طريق الحساس يا اما بيترش عن طريق البوابة بس. ده الفوم الكربون اكس، ده نزل فترة كده منظف غرف الحريق، سباب العادم، علبة البيئة، المانيفول. دي وبيشتغل لو التربو الغرفة معاك. فيها مشاكل ولا حاجة. ده لو عندك ايه. العربية فيها بتسقع معاك، ده بيشتغل معاك عشان بيبقى فيه كربون زيادة على الصواف ونزل تحت الصباف. مم. فالصواف مش مطبق مكانه فبيعمل تسقيع معاك. مم. ده بيعالج المشكلة. ده بيعمل مشاكل كتير. انظف غرف الحريق. ده معاك. ده ايه؟ ده عشان ايه تيل الفتيس الاوتوماتيك. ده الفتيس. ده لو عندك تنكيشة، عندك تأخير في الغيار، مم. عندك الغيارات تقيلة، بيشتغل معاك كويس جدا. وفي نفس الوقت بيحمل الفتيس من الداج. مم. بيعمل لك طبقة حماية للفلوس كلها. ده للتوس. طب في حاجة للفتيس اللي هو السي في تي. ما هو ده بيشتغل معاك سي في تي ودي جي يعني ثواني عشان نسيت. اي عادي سي في يعني. تي، ايوه. دي جي، ودي 60. اوه. بيشتغل معاك على مواصفات. كل الفتيس عامة. يلا. ودي انواع الزيوت. ده 35، 45، 10. ويزيد برضه نازل باضافه الإيكوجين اللي هي بتعمل لك ترموح حمايه يا جماعه. حماية للزيت. صح كده؟ اي نعم. احنا ملناش في الزيت، احنا كهرباء سيارات بس. طبعا دي معلومات ممكن نستفيد منها، اي حد ممكن يستفاد منها. وممكن نجيب كمان رقم الشركة لأي حد محتاج الاوردر ده او الحاجة اللي احنا عرضناها. يقدر عادي يطلبها. وده عادي يعني افادة للجميع اللي ما حضرش الايفنت. الاوتوتيك، معرض اوتوتيك. يبقى هو ايه عنده درايه بالحاجات اللي موجوده عشان نفيد الناس اكتر في مجالنا وفي مجال غير مجالنا بمعرفه اهل العلم. اوكي.